يلا نبدأ. نبدأ. معانا أستاذ الكاتب الكبير مصطفى عبد الخالق والشهير بمصطفى سليم، هيقول معانا النهاردة زجل للأم المصرية بمناسبة عيد الأم واحتفالا بعيد الأم العظيم النهاردة. واحنا بننفرد بالزجل ده ان احنا بنذيعه على قناة روبينا 25 دوت تي في لأول مرة. اتفضل يا أستاذ مصطفى. ست الحبايب هنا متونسين بيها، يا رب بارك لنا واسعد لياليها، وزيد يا رب في عمرها وكتر من محبيها، حب الخلايق راس مالها والرب راعيها. ياما كان نهارك هو ليلك، لما كان يحصل لي حاجة قلبك انت يكون دليلك، كان شايكي لاجل سعدي، كنت اضحك ألقى وشك قال يا وعدي، وبحنان وبحضن دافي كان يزول الهم مني. لما كانت الآه تزورني كنت أسمع يا قلبي، تسلمي لي يما دايما ورب العزة يحميكي، بعيد الأم يا أمي أغنيلك وأهنيكي، تعيشي ليا يا أمي ويسعد لك لياليكي. وبعد ما قلت ده كله لبيتي نداء ربك، وست ساعتها يا أمي زادي وزوادي وقالوا يتيم، يتيم الأم يا أمي حاله يصعب على الكافر، ورب العزة يا غالية هو القادر هو الغافر، في جنات العلا يما بإذن الواحد القادر. دعيت ربي تكوني في جنة تحتها أنهار، ويجمعني أنا وإنتي مع الأبرار. شكرا يا أستاذ مصطفى. طيب أنت في عيد الأم تقول إيه لكل الأمهات المصرية؟ أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى يمتع كل أم بالصحة والسعادة، ويطول في عمرها، وتشوف أحفاد أولادها وتشيلهم وتربيهم. وكل أم، كل حد فقد أمه ولبت نداء ربها يدعي لها باستمرار، يدعي لها الله يرحمه. لأن الأم دي قيمة وقامة. الأم لولا الأم ساعات في بغير المثل إن من غير أم حال الغم، بيقولوا كده في المثل يعني. أيوة صح. طبعا الأم دي مدرسة، هي الحياة. طب وبالنسبة للأبناء تنصحهم بيه؟ الأبناء ربنا سبحانه وتعالى أحسن من نصيحة ربنا، ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. كلمة أف دي ذنب كبير عند ربنا. أيوة. وبعدين الجنة تحت أقدام الأمهات. هي الأم دي عاملة زي الجسر اللي بيحاطي على مية الحياة. الأب هو بيمول بيصرف، تمام، لكن برضه ليه منزلة كبيرة. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طبعا الأم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما واحد سأل من أحق الناس، سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحباتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. يعني الأم 3 مرات والأب واحد. لكن الاثنين مفروض على كل ابن وابنة الصبح يبوسوا ايد ابوهم وامهم، ولو طال يبوس رجل امه كل يوم يبوسها، لان فعلا الام هي السد الحنون العطوف. وبعدين حتى الست او البنات بتبقى عندها الامومه من وهي صغيره، تلاقيها عامله عروسه وبتلعب بيها وبتعمل، يعني معناها في امومه. واحن من الام ما فيش. احنا بنقدر كل ام مصريه في عيد طبعًا الام طبعا، وبنتمنى برضو تكريم الامهات المثاليات يبقى اكبر من كده طبعا، ما يتعمل في كل الاماكن والجهات في مصر. بالظبط تكريم الامهات على مستوى مصر كلها كده. في جميع الجهات وجميع الاماكن. انا بقول ليه قصور الثقافه ما تهتمش بالمناسبه دي على مستوى الجمهوريه، بيعملوا لهم برضو عمره او حجه مجانا وكده يفوزوا في قرعه او كده، بس يبقى العدد اكبر من العدد القليل ده. هو ده اللي انا بتمناه يعني، وكل واحد بيتمناه. وعموما انا بقول ربنا يدي كل ام عايشه طول العمر يا رب، وربنا يرحم كل ام والصحه. وطبعا احنا بنتمنى نرد شيء من اللي عملته الامهات معانا. الامهات ما عملتش شويه، عملت كتير، سهرت الليالي، ربت، طبخت، اكلت، طبلبت. لما الواحد يعيا شوفوا احساس الام. صح، يعني الام دي هبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. نشكرك يا استاذ مصطفى جدا جدا، وانت معانا في كل عيد ام باذن الله زجل جديد وانفراد جديد للقناه عندنا، قناه روبينا 25 دوت تي في. شكرا جدا. عفوا.
وريني